ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اكلمكم عن قصة يكاد يكون مشابهة جدا لقصة فرعون موسى، وهي بردية الساحر ساتني. البردية دي محفوظة في المتحف البريطاني. اللي كتب البردية دي هو ابن الملك رمسيس الثاني خاموس. كان حكيم وعرف عنه ان هو اهتمامه بالسحر والسحرة والعلوم. القصة دي مكتوبة بالخط الديموطيقي على بردية بتعود للعصر اليوناني، معروضة الآن في المتحف البريطاني. بتحكي القصة دي إن زوجة ساتني كانت مش بتخلف، وبعد فترة من العلاج بالوصفات السحرية أنجبت ابن وسمته سي أوزير. المهم ساتني اهتم بابنه من تعليم ورعاية وتربية، ووالدته لاحظت على ان الطفل دوت ليه قدرات بتفوق اي طفل تاني في عمره. في يوم من الايام قاعد ساتني مهموم، فسمع ان في ساحر حبشي جاي قصر الملك مصر ومعاه رسالة مقفولة، وتحدى كل سحرة مصر إن مفيش حد هيقدر يقرأ الرسالة دي وهي مقفولة. المهم هدد الساحر الحبشي وقال إن محدش هيقدر يقرأ الرسالة دي وهي مغلقة، هيقوم باختطاف ملك مصر وأسره في الحبشة. كده الساحر جه بشره على مصر، ومحدش هيقدر يوقفه عن سحره إلا ساحر أقوى منه. لكن ساتني رغم إن هو كان عارف بعلم السحر، ما عندوش القدرة على السيطرة على الساحر الحبشي الشرير ده. في الوقت ده كان سي أوزير صغير جدا، ولما علم بالواقعة دي وعرف ان ابوه حزين بسبب ان الساحر الحبشي اعلن ان هو يقدر يقرا الرسالة المغلقة دي، وان هو مستعد لقبول اي تحدي يأتي به الساحر الحبشي. اخبر سي أوزير ساتني ابوه، قال له ان هو كان عايش قبل كده على ارض مصر، وكان ساحر وقام بحماية مصر من شر هذا الساحر الحبشي في زمن قبل زمن ساتني ب1500 سنة، وان هو عاد مرة تانية للحياة بأمر من أوزير عشان يحمي مصر مرة تانية من الشر العظيم، وانه جه الحياة من اجل هذه المهمة. المهم استطاع سي أوزير ان هو يقرأ رسالة الساحر الحبشي، واستطاع ان هو يمنع تهديدات الساحر الحبشي بخطف ملك مصر. ما سكتش الساحر الحبشي وبدأ ان هو يتحدى سحرة مصر، وكان كل مرة سي أوزير بيوقف سحره الأسود. مرة يتحدى سحرة مصر بأنه أشعل نار في قصر الملك، فسي أوزير يقرأ أقوات سحرية في الأمطار تسقط على النيران وتطفئها. مرة تانية يتحدى الساحر الحبشي المصريين بإلقاء مجموعة من العصيان وتتحول لحياة، فرمى سي أوزير عصايته على الأرض وقرأ أكواد سحرية وتحولت لتعبان ضخم التهمت الأفاعي دي. تحدى الساحر المصريين برضو، جعل سحب كثيفة سودة تتجمع في قصر الملك، وفجأة أظلمت الدنيا، فقام سي أوزير بقراءة أكواد سحرية جعلت السحب السودة تنقشع وعاد النور لمصر. في النهاية الساحر ده جاب مقصورة حجرية وحبس فيها ملك مصر، ولكن سي أوزير قرأ أكواد سحرية نجت ملك مصر عن طريق جه قارب سماوي حمل ملك مصر للسماء وبعده عن هذا الساحر. يأس الساحر وبدأ ان هو يقرأ تعويذة عشان يختفي ويعرف يخرج من مصر، ولكن سي أوزير قرأ عليه أكواد سحرية وظهر في شكل طائر وقع فريسة للطيور الجارحة. ولما اختفى السحر دوت والساحر اختفى معاه أوزير، حزن ساتني حزنا شديدا لاختفاء سي أوزير، ولكن بعد فترة علم إن زوجته حامل وأنجبت لي ولد وسمته سي أوزير على اسم الساحر المبعوث من مملكة أوزير لإنقاذ مصر.